بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أغلى أخوات وأغلى متابعين سمسمة، يا رب تكونوا بخير وبيوتكم دايمًا كده تكون عمرانة بالخير وبالبركة. يالّا يا جماعة اللي مش جايب طيور وبيربيها في البيت فايته كتير، كتير، كتير بجد، يعني تربية الطيور في البيت دايمًا بتخلّي في خير في البيت. تعالوا النهارده بقى حلقة النهارده وفيديو النهارده حلو جدًا، جدًا وهيعجبكم أوي، كُلّه معلومات مفيدة أوي للناس اللي بتحب تربية البط، أو الناس اللي عايزة تجيب بط. تعالوا النهارده أقول لكم على نوع بط حلو جدًا بيكبر بسرعة أوي، وبيدّيكم وزن عالي ولحم صافي ممكن يوصل معاكم ل5 كيلو ول6 كيلو في خلال شهرين ل3 بس. النهارده هنتكلم عن البط المولر أو تربية البط المولر وتسمينه أو تربية البط البغال، هُم الاتنين نفس الاسم، البط المولر أو البط البغال. فالنهارده هنتكلم عن البط المولر، لإن البط المولر ده يعتبر من أحسن الأنواع اللي ممكن تربوها. بس قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى كده عشان الكل يستفاد، فيا جماعة اعملوا share كتير وارفعوا الفيديو ده باللايك، والناس اللي مش مشتركة عندي في القناة يا ريت كده تشتركوا وتشجعوني عشان أنزّل لكم حاجات هتعجبكم جدًا وهتفيدكم جدًا في تربية الطيور. فخلّينا كده الأول نذكر الله ونصلّي على الحبيب المصطفى ونسمّي الله ونقول بسم الله وندخل على الفيديو بتاعنا. النهارده إحنا هنتكلم عن البط المولر. البط المولر اللي هو زي ما قُلت لكم من أحسن الأنواع اللي ممكن تربوها، لإنه بيجيب معاكم وزن عالي، لحم صافي في وقت قليل. يعني إيه لحم صافي؟ يعني ما فيهوش دهون مش زي البيكيني والفرنساوي والشرشير أنواع تانية كتير مش حلوة، لإن هي بتبقى مليانة دهون. فده بما إنه ما فيهوش دهون ولحمته يعتبر صافية وحمرا، فإحنا كده يعتبر هو منافس قوي جدًا لأنواع البط التانية المعروفة زي البط المسكوفي وزي البط البلدي. وعلى فكرة هو طعم اللحمة علشان الناس اللي بتسأل على طعم لحمه، هو طعم لحمه حلو جدًا قريب أوي لإن أنا جالي السؤال ده، طعم لحم البط المولر طعمه عامل إيه؟ لا يا جماعة البط المولر طعم لحمه حلو جدًا قريب من البط المسكوفي والبط البلدي. فتربية البط المولر تربية حلوة، مش يعني مش مُكلِّف ومش هيتعبكم خالص، وكمان في نفس الوقت هتاخدوا منه نتيجة عالية جدًا. فعشان كده أنا بافضّل تربية البط المولر أو اللي هو يعني تربية البط البغال عن أنواع تانية كتير زي الفرنساوي أو البيكيني أو البيور. يعني أنا بافضّل البط المولر عن باقي الأنواع دي. الأنواع دي بتملى دهون وكمان لحمتها بتكون بيضا، بتكون مش ماسكة نفسها كده أوي وطرية، لكن اللحم البط المولر بيكون طعمه حلو وبيكون لحمة صافية ولحمتها حمرا تشبه إلى حد كبير كده لحمة الجزار. عايزة أقول لكم إن أنتم كمان بما إن هو ما فيهوش دهون زي باقي الأنواع اللي بتكون فيها طبقة الدهن بتبقى عالية، فإحنا بناخد منه لحم صافي، يعني الوزن بتاعه هو بيعتبر لحم مش دهون. فأنتم ممكن يا جماعة على الشهرين، هو الدورة بتاعته بتقعد حوالي 70 يوم إلى 90 يوم، ما بتزيدش عن ال90 يوم يا جماعة، ودايمًا هأكد عليكم ده طول الفيديو فما تزهقوش منه، ما بتزيدش عن ال90 يوم وده لمصلحتكم والله علشان هو بيفرّغ وبيخس. بط المولر آخره ال90 يوم أو ال3 شهور، هو في الأصل هو 70 يوم، ممكن بيتذبح من عُمر الشهرين اللي هي 60 يوم إلى ال90 يوم. أنا باذبح الحمد لله اللهم لك الحمد من عُمر الشهرين بيوصل معايا ل4 كيلو، فال3 شهور ممكن يوصل معاكم لو أنتم بتأكلوه كويس بيوصل لحد ال5 كيلو. يعني لو أنتم يعني هتذبحوه مثلًا على الشهرين هيجيب معاكم 4 كيلو، هتسيبوه بقى كمان شهر اللي بعد كده بيوصل ل5 و6 كيلو كمان. عايزة أقول لكم كمان إن هو مش زفر الشوربة بتاعته مش بتبقى مليانة دهون أوي، عشان بعض الناس بتقلق من حكاية الزفارة بتاعته أو إن هو يكون فيه زفارة أو كده، لأ خالص، ده زي الفل. بس كمان خلّينا نعرف معلومة من أحد عيوبه إن هو بَط عقيم ما نقدرش نعمل منه سلالة. يعني البَط المولر أو البَط البغال اللي إحنا بنروح نجيبه ده بَط عقيم، يعني ما نقدرش يحصل فيه تزاوج عندنا ونجيب كتاكيت ونعمل سلالة ونربي وكده لأ، يبقى لو أنتم عايزين كده يبقى ما تشتروش البط المولار، خلّيكم في البط البلدي أو البط المسكوفي أو اللي هو خليط بلدي على مسكوفي، وده من أحسن الأنواع لو أنتم عايزين تعملوا منه رقد وتعملوا منه سلالة في البيت. هُم بيعملوها في المعامل وفي الشركات، وإحنا بنروح نشتري كتاكيت تخلص الدورة تذبحيها وتجيبي غيرها، بس إنما هتربي وتفقّسي منها طبعًا ده مش هينفع خالص. كمان عايزة أقول لكم إن الأوزان بتاعته وده برضه من ضمن مميزاته، يعني ما شاء الله بتبقى عالية، ما فيش بطة هتقِل معاكِ عن ال3 كيلو بأي حال من الأحوال يعني.
يعني 3.5 هي بدايةً من 3.5 ل4، 4.5 لحد 5 كيلو ولحد 6 كيلو. خدوا بالكم إن البط المولر ده في منّه نوعين عشان تكونوا عارفين من قبل ما تشتروا. في منّه نوعين مستورد وفي محلي. المستورد برضه في منّه نوعين. المستورد في منّه اللي هو أبو عين، هُم بيسموه أبو عين حمرا، اللي هو البلنشار ده. ده بيبقى مستورد وبيجيب أوزان ما شاء الله بيعدّي ال6 كيلو، يعني أوزانه عالية جدًا في وقت قليل أوي. لكن ده قليل وكمان سعره عشان تبقوا عارفين سعره من وهو كتكوت يعني، سعره بيكون أضعاف المحلي. كمان في من المستورد اللي هو بدقة بتكون في نقطة سودا بس على راسه، ده برضه في منّه برضه مستورد. والمحلي بقى زي اللي أنتم شايفينه قدّامكم ده، ده محلي بتكون في نقطة سودا على راسه وشريطة سودا برضه كده على جسمه. ده بيبقى المولر بيسموه مولر أبو دقة أو المولر أو البغالي برضه أبو دقة. ده بيكون محلي وبيجيب أوزان لحد 4.5 كيلو، ولو واكل أكل كويس واتساب لحد 3 شهور هيوصل معاكم لحد ال5 كيلو. ده عن تجربة يا جماعة، مش باقول لكم أي كلام وخلاص والله، ده عن تجربة. أنا باذبح شهرين 4 كيلو، يعني اللهم لك ألف حمد والشكر يا رب. والناس اللي عشان بتبعت تسألني كتير أوي على موضوع البطارية، أنا باربيهم يا جماعة في البطارية ده لحد النهاية. أنا ما عنديش مكان على الأرض، فباربي في البطارية لحد عمر الذبح، والحمد لله بيجيبوا معايا أوزان حلوة جدًا. خدوا بقى كل تفاصيله من أول ما هتجيبوه من وهو عمر يوم كتكوت، هتستقبلوه إزاي وهتعملوا معاه إيه، وبياكل قد إيه طول الدورة. بُصّوا يا جماعة، البط المولر إحنا بنستقبله زي الكتاكيت البيضا بالضبط. أي كتاكيت أنتم هتجيبوها طيور لازم من وهي صغيرة عشان تجيب معاكم الدورة كاملة، لازم تستقبلوها صح وتدفّوها صح في العمر الصغير. فإحنا من وهي كتاكيت بنستقبلها زي الكتاكيت البيضا على محلول معالجة الجفاف، الكيس اللي بنشتريه من الصيدلية البشرية، أو بننزل بمعلقة عسل أسود على لتر المَيّة. لو إحنا موجود عندنا العسل الأسود ده يبقى زي الفل. بنحطها لمدة 8 ساعات، وبعد كده بننزل بمضاد حيوي معوي وتنفسي من نفس المكان اللي إحنا بنشتري منه كتاكيت البط أو الكتاكيت البيضا، المحل أو الصيدلية البيطرية. ده بيبقى اسمه يعني إيه، تحضين أو بيسموه تحصين. خلاص، ده إحنا بنحط مضاد حيوي معوي وتنفسي وبنقعد لمدة 3 شهور، وده لكل أنواع الطيور اللي إحنا جايبينها. باشغّل لهم اللمبة الصفرا من وهُم كتاكيت صغيرة لحد على الأقل كده عُمر ال21 يوم، ودي فترة الحضانة بتاعة الكتاكيت. خلاص، بعد كده بقى يا جماعة تقدروا بقى إن أنتم تحطّوا بعد ال3 أيام الأولانية اللي هم بتوع المضاد الحيوي المعوي والتنفسي، بعد كده نقدر تحطّي فيتامينات أ، د، 3 ه أو اللي هي سيلينيوم، أملاح معدنية. كل ده برضه بنجيبه من نفس المكان اللي إحنا جايبين منّه الأدوية اللي هو المضاد الحيوي المعوي والتنفسي، أو اللي إحنا جايبين شارين منّه البط. البط بيحتاج دايمًا لحتّة الأملاح المعدنية. من أول يوم بياكلوا العلف البادي التركيز 23% اللي هو العلف السوبر. لازم يكون علف كويس، وبأكد دايمًا على موضوع العلف ما يبقاش علف سوقي ولا يكون خلصان صلاحيته أو صلاحيته حتى قرّبت تخلص. نجيب نوع كويس وشركة كويسة. أنا دايمًا باستعمل الحمد لله علف كويس بيجيب معايا نتيجة كويسة. ده بيكون تركيز 23%. لازم هُم بيحتاجوا بروتين عالي خاصةً في أول شهر من حياتهم. يبقى الشهر الأول هننزّل العلف بتركيز 23%. بعد الشهر بنبتدي نغيّر العلف، بنحط العلف بقى اللي هو العلف النامي التركيز 21%. عايزة أقول لكم كمان إن البط المولر مناعته عالية، أعلى بكتير من البط المسكوفي. البط المسكوفي حساس جدًا في تربيته. تاخدوا بالكم الناس اللي بتشتري البط المسكوفي بيكون حساس خاصةً في الفترة الأولى من حياته. أمّا البط المولر فهو يعني ما شاء الله مناعته بتبقى كويسة جدًا. فبافتح لهم اللمبة الصفرا في الأول، وبعد كده بعد عُمر بقى ال3 شهور أو عُمر الشهر، باقفل اللمبة الصفرا وبافتح لمبة بيضا. زي ما أنتم شايفين هنا كده، أنا فاتحة لهم لمبة بيضا صراحة، ما باربّيش أبدًا على اللمبة الصفرا. بس بابقى قافلة عليهم يعني عشان برضه الجو ما يبقاش جاي لهم تيار هوا، يعني ما ينفعش برضه أي طيور ييجي لها أي تيار هوا. كل فترة بقى يا جماعة كده نتأكد إن ما فيش إسهالات. لو في إسهالات ندّي فيلاجيل أو نعمل شيح وننزّل شيح في المَيّة. كمان باغلي حلبة وباحط عليها عسل وباحطها لهم في المَيّة علشان خاطر، والحَب بتاع الحلبة باحطه مع العلف علشان يجيب معانا وزن عالي. كمان عايزة أقول لكم إن البط المُلَر لو أنتم عايزين وزن عالي وعايزين وزن بسرعة، يعني تحويل بسرعة ووزن عالي، يبقى لازم علف. هو البط المُلَر كده يا جماعة، علف، لازم علف. وما ينفعش إن إحنا نقطع العلف خالص يا جماعة.
طبعًا لو أنتم قدرتوا إن أنتم تأكّلوا علف صافي هتاخدوا منّه وزن عالي جدًا، يعني الوزن بيزيد معاك والعلف الصافي بيزوّد معاك الوزن جدًا. بعد كده بقى لو أنتم عايزين إن أنتم تخلّطوا، يبقى من بعد عُمر الشهر ونُص، قُرب الشهرين، نبتدي بقى إن إحنا نعمل الخلطات، اللي إحنا بقى نزوّد على العلف بتاعنا، والأساس برضه يا جماعة رجعت أقول تاني أهو الأساس هو العلف، يعني أنا باقول نزوّد على العلف مش نقطع العلف، قطع العلف من ضمن عيوب البط المُلَر إن هو بييجي له افتراس، فلو قطعتوا العلف هتزيد أوي فيه وهتيجي بسرعة موضوع الافتراس. يبقى إحنا ما نقطعش العلف، لكن من بعد الشهر ونُص نقدر إن إحنا نخلّط له، هنحط دشيشة على شوية ردة، ما نكتّرش الدشيشة لإنها بتعمل اللي هي الذرة اللي هي المكسّرة عشان الناس اللي بتشوفنا من برّه مصر، لإنها بتعمل دهون، نحط عيش مكسّر مع العلف ومع كسر فول. يعني اسمها حِتّ فول أو كسر فول. فخلّيكم كده عارفين إن كل الخلطات اللي إحنا قُلناها دي أو الحاجات اللي بتتخلّط مع العلف لازم يكون فيها علف. لو قطعنا العلف يا جماعة زي ما قُلت لكم هيبتدوا ييجوا لهم افتراس، هيبتدوا يعضّوا في بعض عشان تبقوا عارفين، لإن العلف مهم جدًا، جدًا، لإن في تركيبات معيّنة ويعني حاجات معيّنة لازم بتتحط لهم علشان موضوع الافتراس ده. كمان عايزة أقول لكم إن بلاش العيش يكون مبلول، يعني لو الناس اللي هي عايزة تحط عيش، العيش بيبقى ناشف، هنكسّره بس كده وبيتدش يعني ونحطه معاهم، إنما بلاش العيش المبلول ويكون في ناس بتحط لهم عيش مبلول كتير، بلاش يا جماعة لإن هو بيعمل لهم ديدان وهيعمل لهم إسهالات ومش هتاخدوا منّهم أوزان حلوة خالص وهتتعبوا معاهم في موضوع الإسهالات ده، فبلاش العيش يكون مبلول. كمان لازم نحط له أملاح معدنية عشان زي ما قُلت لكم حتّة الافتراس دي بس على فكرة برضه من ضمن مميزاته عن البط المسكوفي، إن البط المسكوفي بييجي فيه موضوع الافتراس ده بشكل رهيب، البط بيعض بعض اللي بيوصل للحم، يعني بياكلوا كده لحم بعض، إنما البط المولر قليل بصراحة لمّا بيحصل معايا الموضوع ده، بنحط على طول ملح طعام، معلقة ملح طعام مع العلف، وكمان بنحط أملاح معدنية، وبنحط لهم كالسيوم، وفي الآخر خالص لو بقى هُم يعني برضه فضلوا يعضوا في بعض، فبنقص طرف المنقار اللي هو الضافر بتاع المنقار من فوق وبنقصّها على طول، وبنكون مثلًا مسخّنين معلقة أو سكينة أو أي حاجة، ونكوي على طول مكان الجرح ده عشان ما تنزّلش دم وينزف الطائر، وهي حتّة صغيّرة أوي برضه عشان هو إيه، عشان يعرف ياكل. كمان عايزة أقول لكم إن في بعض الحاجات بتبطّئ التحويل، يعني يعني ما بتجيبش وزن كتير، تبقى أنتم بتأكّلوا البَط وبتقولوا أصل البَط ما جابش معايا وزن، طَب يا جماعة ما هو ما جابش وزن عشان الأكل، الأكل برضه مهم جدًا، جدًا، يعني لازم علشان يجيب وزن لازم يكون بياكل كويس، يعني مثلًا مش نحُط حاجات زي مثلًا البرسيم أو الحاجات الخضرا بس ونقول أو أكل البيت ونقول أصل هو ما جابش معانا وزن، طالما بياكل بواقي أكل بيت بس أو خضرا بس عمره ما هيجيب معاكم وزن كويس، لإن الكلام ده بيبطّئ التحويل، عشان كده باقول لكم لازم يكون في علف، لإن العلف هو اللي مهم جدًا في حكاية زيادة الوزن، وكمان كسر الفول ده ولو أنتم عايزين أو حتى الفول اللي هو كسر الفول ده لو أنتم حطيتوه كمان معاه ده بيعمل لحم، ده بيرمي لحم، فده بيبقى ممتاز جدًا، نحاول إن إحنا ما نكترش الدشيشة زي ما قُلت لكم، علشان الدشيشة بتعمل دهون. وبرضه يا جماعة بأكد عليكم إن الخلطات دي والحاجات اللي بتتزوّد على العلف ما تتحطّش إلا بعد عُمر الشهر ونُص، علشان نكون إحنا أسسنا البَط صح، علشان يجيب معاكم وزن. الناس اللي بتحُط والله يا جماعة في ناس حطّت من عُمر صغير يعني تقريبًا من حوالي مثلًا عُمر الأسبوعين أو ال3 بالكتير كانوا بيأكّلوا شيشة وما جابش معاهم وزن ووصل للشهرين ووزنه قليل جدًا ما وصلش حتى يعني 2 كيلو ونُص، وكان يعني حاجة يعني تحزِّن، الناس حزنت على فلوسها، بس هُم اللي كانوا غلطانين يعني من الأول، فأنا بأكّد دايمًا، دايمًا على المعلومة دي عشان الناس كلّها تاخد بالها، عشان حرام إن أنتم تخسروا يعني طيوركم. كمان عايزة برضه أأكد على معلومة، البَط المُرَر يا جماعة ما بيقعدش بعد ال3 شهور، أنا بأكد تاني أهو. ما بيقعدش بعد ال3 شهور، بيفرّغ وبيرجع يخِس، الناس تبقى تقول لِك البَط جاب 4 كيلو و5 كيلو، والله وأنا لسه جاي لي تعليق كده فعلًا، وبعد لمّا اتساب فهو رجع خَس، فعشان كده أنا باقول لكم البَط المُلَر هو أساسي دورته علميًا هو 70 يوم، عايزين تسيبوه إن ينفع لحد ال90 يوم، طبعًا ناس كتيرة جدًا بتسيبه لحد ال90 يوم ويقولوا عشان يعني لحمه يكون نشف، هنعرف منين إن إحنا هيتدبح والّا لأ؟ هنشد ريشة من الجناح، لو لقينا إن هي فيها دم فهنستنى عليه شوية، لقينا إنها دمه قليل أوي أو خلاص بدأ نشف، فده كده معناه إن البط بتاعنا نشف وخلاص زي الفل نقدر نذبحه. إنما الناس اللي عايزة تسيبه يقعد بال5 شهور وال4 شهور زي ما بتسيب المسكوفي أو زي ما بتسيب البط البلدي، لأ يا جماعة الكلام ده ما ينفعش خالص في البط المُلَر، يعني آخره هم ال3 شهور، تقدروا تذبحوه زي ما قُلت لكم من عُمر ال60 يوم إلى عُمر ال90 يوم.
وطبعًا البط المولر هو نفس اسم البط البغال، فالناس اللي بتربي البط المولر هو نفس اسمه، عشان الناس بتقعد تقول لي: "هو البط المولر هو البط البغال؟" هو. في ناس كانت سألتني برضه: "هل هو البط المولد أو المولد؟" أنا بصراحة يعني ما أعرفش هو اسمه إيه في المحافظات. أنا أعرف إن هو البط المولر أو البط البغال، ما أعرفش هل ليه اسم تاني موجود مثلًا في المحافظات والّا لأ. الناس اللي عايزة تجيبه وتعمله كمشروع، هو ممتاز برضه على فكرة كمشروع، وإن كان هو البط المسكوفي يعني في تسويقه هو أحسن منّه شوية، لكن دلوقتي خلاص هو بقى منتشر، وبقت كل المحلات دلوقتي بتجيبه، وكل المحلات والناس كلّها خلاص دلوقتي بقت عارفاه وبتشتريه. عشان كده أنا كمان حبّيت إن أنا أعمل لكم الحلقة دي علشان تعرفوا كل تفاصيله، علشان لمّا تيجوا تربّوه، لإنه بقى زي ما قُلت لكم خلاص بقى منتشر إن هو دلوقتي بيتباع يعني وبيتجاب عادي. فتبقوا عارفين كل التفاصيل من قبل ما تربّوه. سعره وهو كتكوت هو نفس سعر بالضبط البط المسكوفي، يعني أنا لمّا باجيب مسكوفي أو باجيب مولر، باجيب الاتنين نفس السعر وهُم عُمر يوم. وطبعًا برضه بأكد تاني إن إحنا لازم بقى نهتم على الفيتامينات والأملاح المعدنية علشان الطيور بتاعتنا ما يحصلهاش تساقط في الريش، أو يحصل افتراس أو ضعف شوية في التحويل بتاعنا يبتدي يعني إيه، يبطأ كده. لأ، البط يا جماعة لازم له فيتامينات وأملاح معدنية، يعني لازم موضوع الأملاح ده، وإن إحنا كمان نحط لهم معلقة من الملح بتاعنا ده، ملح الطعام يعني العادي، على على العلف. كمان ممكن بقى نقطّع لهم مثلًا بصل، نعمل خلطة البصل زي ما بنعملها للفراخ، ده برضه بتبقى ممتازة جدًا. ناخد بالنا جدًا من موضوع الإسهالات، وكمان نحاول إن إحنا ما نغيّرلوش نوع العلف، لإن تغيير نوع العلف ممكن يعمل لهم إسهال، والإسهال هيقلل برضه الأوزان. فتاخدوا بالكم أوي من الموضوع الإسهالات ده، تاخدوا بالكم إذا كان في كشاشان عشان تلحقوا إن أنتم يعني والشهية بتاعتهم عاملة إزاي، عشان لو لا قدّر الله في حاجة تلحقوها على طول علشان ما تبقاش أنتم بتأكّلوا، لإن طبعًا عارفين البط أكله يعني عشان تعلفوه غالي، وبيقعد وقت طويل، فعلشان حرام إن إحنا ما نصرفش كده، ناخد بالنا برضه وعينينا على طول تكون عينيكم على طول على الطيور. الكالسيوم يا جماعة ناخد بالنا من موضوع الكالسيوم، لإن هو طبعًا بتعمل نقص الكالسيوم بيعمل مشاكل في العضم وبيعمل كساح. طبعًا لو قدرتوا إن أنتم تعرّضوه للشمس فده يبقى ممتاز، البط لازم يشوف الشمس، لو البط ما بيشوفش الشمس يبقى لازم بنعوّض ده بالكالسيوم. بنجيب كمان حاجة اسمها صدف، الصدف ده إحنا بنشتريه من عند العلّاف أو العطّار. بنحُط لهم الصدف ده معروف، يعني أنتم لو رُحتوا عند أي علّاف أو أي عطّار هتلاقوا عنده إن هو الصدف ده. ده غني جدًا، جدًا، جدًا بالكالسيوم. بنحُط لهم بقى شوية كده في طبق ونحُطّه كده قدّامهم. طبعًا في فصل الشتا زي ما قُلت لكم وهُم صغيرين ناخد بالنا أوي من موضوع الفرشة، لازم تكون ناشفة. التدفئة لازم تكون وهُم صغيرين يا جماعة لازم يكون في تدفئة، وكده حتى وهُم كبار الفرشة بتاعتهم لازم ما يبقاش فيها بَلَل، خاصةً تحت السقاية بتاعتهم والكلام ده، ناخد بالنا كويس أوي إن تبقى الفرشة بتاعتهم ناشفة عشان برضه لإن برضه الفرشة لمّا بتبقى مبلولة بييجي لهم كُساح. كُساح بقى تلاقيهم بقى الوزن قَل، وهتلاقيهم قعدوا ورقدوا وجالهم إسهال، وبتخشوا بقى في موال تاني خالص يعني فحرام يعني. فأنا بُصّوا أنا حاولت على قد ما أقدر، أنا عارفة إن الفيديو طال أوي، بس والله أنا حاولت على قد ما أقدر بقى ده تربية طيور يا جماعة من عُمر يوم لحد عُمر 3 شهور، فحبيت أدّيكم كل المعلومات عنه. فإن شاء الله كده تكونوا استفدتوا. أتمنى لو أنتم استفدتوا من الفيديو ما تبخلوش عليّا بقى يا جماعة باللايك والشير بالله عليكم، وما تنسوش بقى دعوة حلوة ودي برضه أكتر حاجة تهمني لإن عاملة الفيديو ده للإفادة للناس كلّها، فيا ريت شير كتير عشان الناس كلّها تستفاد. ولو يا أخواتي أنتم مشرفينّي في القناة لأول مرّة أتمنى منكم إن أنتم تنزلوا تحت كده على الزرار الأحمر أو زرار الاشتراك وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. الفيديو الجاي مفاجأة كبيرة أوي، استنوها. أشوفكم على خير، ابعتوا لي أي سؤال لو ليكم أي سؤال ابعتوا لي في التعليقات، أشوفكم على خير يا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.